السلام عليكم وأهلا بكم. من حوالي 1752 سنة وتحديدا في سنة 270 ميلادية اتولد القديس نيكولاس في مدينة بطارة بمقاطعة أنطاليا، وكانت وقتها المدينة تابعة للجزء الآسيوي من الإمبراطورية الرومانية. نيكولاس اتولد لأسرة يونانية مسيحية غنية جدا. عمه لوحده كان أسقف لبلدة ميرا التركية. تشاء الأقدار إن والده ووالدته خلفوه بعد فترة طويلة من الزواج، ولكن ما لحقوش يفرحوا بابنهم اللي جاي بعد غيبة، وتوفوا بالطاعون وهو في 8 من عمره. خلينا نقول القصة بالكامل بعد الفاصل، ونحكي على الجانب المأساوي الخاص ببابا نويل أو سانتا كلوز، وإيه اللي حصل وإيه اللي خلاه من طفل اتربى في ملجأ للأيتام لشخص كل هدفه إنه يوزع فلوسه على اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، ويفضل إنه يعمل كده في السر مش في العلن. في حياة زمان هنحكي كل التفاصيل عن المستخبي وعن قصص زمان وغير المروي في الحكايات التاريخية القديمة. أخوكم محمد فرج يحييكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أهلا بكم مرة تانية. القديس نيكولاس مش بالشكل المتعارف عليه البابا نويل بأنه أحمر الخدين وبالشعر الأبيض والحجم المهول الضخم، ولكن شكله كده على الهيئة دي. عموما لما كبر نيكولاس كرس حياته لخدمة الدين وحاول ينشر الديانة المسيحية، ورث ثروة كبيرة جدا عن أبوه وأمه بعد انتهاء فترة تربيته ودراسته، وقرر أنه يزهد في الحياة لأنه شايف إن هي مش مستاهلة وآخرها متر في متر. فكان بيوزع أمواله على الفقراء، وكان بيعس بالمعنى الحرفي وبيسأل في الخفة، ويقوم بدور المحقق في استقصاء حكايات الناس الغلبانة عشان يحط لهم فلوس ويبعت لهم كل اللي بيحتاجوه من غير ما حد يعرف، تحت شعار الراسل مجهول. وكان بيحب الأطفال ويوزع عليهم الهدايا باستمرار. ازاي عرف الناس انه رجل الخير اللي بيوزع الهدايا؟ في يوم من الايام سمع القديس عن اب من فقراء البلدة عايز يجوز بنته، لكنه ملقاش المال الكافي لانفاقه على تزويجها. فقام نيكولاس بوضع الاموال في اكياس والقاها على المنزل من نافذة الرجل الفقير من غير ما حد يعرف. وبعد كام سنة الاب احتار نفس الحيرة في نفس الامر لما حب يجوز بنته التانية. نيكولاس قام تاني بوضع مبلغ من المال في كيس وبرضه رماه من الشباك، ولكن المرة دي سمع الأب الفلوس اللي اتحدفت على الشباك وقرر إنه يبص على طول عشان يلاقي الراجل بيرتدي زي متخفي وعباية كده زي العبايات المغربية مزعبوط. جري وراه عشان يتعرف عليه ويعرف ليه عمل كده ومين ده، ليتفاجئ إنه القديس نيكولاس. الراجل بكى جدا وقرر إنه يشكره، ولكن نيكولاس قال له أرجوك ما تقولش إني ساعدتك، عشان أنا عايز أعمل العمل ده في السر مش في العلن طول الوقت. مع مرور الوقت البلد كلها عرفت شخصية الراجل اللي بيساعدهم وبيحط لهم الهدايا والفلوس. رواية من الروايات التانية بتقول إيه بقى؟ بتقول إن نيكولاس قدم مهر ل3 بنات فقيرات حتى لا يضطررن للعمل في أعمال مشينة، وظهرت أكياس الذهب أمام منازلهم أو تم إلقائها عبر النافذة المفتوحة، واتقال إنهم وجدوها في جواربهن، يعني في الشرابات بتاعتهم أو في الجزم كمان. وده سبب بيخلي الأطفال يعلقوا الأحذية عشان ينتظروا الهدايا من القديس نيكولاس في أعياد عيد الميلاد، خدعة الآباء لأبنائهم. وفي الروايات الإنجليزية القديمة كان الآباء دايما بيحاولوا يأدبوا ولادهم بأن يكون سلوكهم طيب طول السنة، بروايات بتقول إن بابا نويل عنده قايمة سيئة وتانية حلوة بيحط فيها الأطفال اللي بيسمعوا كلام أهاليهم والتانيين اللي ما بيسمعوش الكلام، وبالتالي عشان يضمن الأهالي إن ولادهم يكونوا كويسين طول السنة وينتظروا بابا نويل أو سانتا كلوز عشان يمنحهم الهدايا دي في عيد الميلاد. وكان الأطفال بيناموا بيحطوا أكياس فارغة جنبهم وتانيين بيعلقوا الجزم والأحذية عشان يعرفوا في صباح يوم عيد الميلاد هما من أي طائفة، من الطيبين ولا الأشرار. وبالتالي كان الأهالي عارفين أمنيات أبنائهم وكانوا بيجيبوا لهم الهدايا تحت شعار
بابا نويل جه وانتم نايمين وحط الهدايا في الأماكن اللي انتوا حطيتوا فيها الأحذية المتعلقة والأكياس الفاضية. وكان الأطفال يرددون أغنية سانتا كلوز قادم للمدينة، واللي تم تأليفها سنة 1934 من الفولكلور الشعبي الأمريكي. إزاي نيكولاس أصبح أسقف للمدينة؟ زي ما قلنا إن نيكولاس كان من بلد اسمها ميرا، واللي كان عمه أسقف ليها. قرر نيكولاس إنه يزور الأراضي المقدسة في مدينة القدس، فخرج للمدينة بدون اختار أي حد إنه رايح فين وهيرجع إمتى. في الفترة دي صدفت إن أكتر من قديس خرج من المدينة عشان يزور أهله أو أقربه، وفي الوقت ده احتاجت البلدة لتعيين أسقف للمدينة. الجميع اتشاور فيما بينهم إن أول كاهن يدخل الكنيسة في يوم محدد هيتم رسمه أسقف ليها. وبالفعل كانت الأسقفية من نصيب القديس نيكولاس، اللي رجع من الأراضي المقدسة بعد الزيارة على كنيسة بلدته ميرا مباشرة. العجيب إن قبل انتخابه لرتبة الأسقفية شاف في المنام كرسي ضخم وإنسان بيقول له البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي. طب صورة الراجل العجوز المشهورة دي جت منين رغم إنها مختلفة تماما عن نيكولاس؟ رسام الكاريكاتير توماس ناست هو صاحب الدور الأساسي في ترسيخ الصورة الصينية لسانتا كلوز على هيئته اللي كلنا عارفينها، وده من خلال رسم الكاريكاتير والأغاني التانية التعبيرية عن ملامحه ورداءه الأحمر ولحيته البيضة. وده لما كان بيسمعوا مسلسلات في الراديو أو بيشوفوها في التلفزيون وكتب الأطفال وتقاليد عيد الميلاد العائلية والأفلام والإعلانات. في فترة الاضطهاد العظيم للإمبراطور ديكلديانوس تم سجن القديس نيكولاس وتعذيبه، ولكن تم إطلاق سراحه بأمر من الإمبراطور قسطنطين. ولكن توفى القديس نيكولاس خارج السجن في عام 346 ميلادية بالحمى، ليكون من بعدها رمز للاحتفالات اللي انطلقت من هولندا وألمانيا وسويسرا وانتقلت فيما بعد لأمريكا، واللي حولت شخصيته إلى صورة الساحر الطيب اللي بيرتدي الملابس الحمراء، وعرف من بعدها باسم سانتا كلوز وبابا نويل وغيرها من الأسماء في شتى أنحاء العالم. وزي ما احنا متعودين بنقول الرأي والرأي الآخر، بعض المصادر الأخرى قالت إنه له جهود في الاحتيال على الفقراء، وإنه قام بالحركات الطيبة دي لوازع شرير بالنسبة لهم، وهي نشر الديانة المسيحية. والرومان لما سجنوه كان حفاظا على عقيدة أطفالهم الوثنية، واللي كان بيستقطبهم بالحلويات والهدايا. أطلق سراحه على يد قسطنطين اللي اعتنق المسيحية وقتها، لكنهم ما كانوش ناويين يسيبوه في حاله. لكن اعتناق قسطنطين للمسيحية سهل الأمور في إنه يبقى خارج السجن. كان الأطفال والمساكين بيفرحوا بالألعاب والهدايا والطعام والشراب، وكان وقتها بيعلمهم أصول الديانة المسيحية وإنهم يسيبوا عبادة الأوثان. ولما كان هناك اختلاف طفيف في المدة بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام ويوم وفاة نيكولاس اللي هو 6 ديسمبر، خصوصا ان نيكولاس كان له اليد الطولة بانتشار المسيحية في وقت الاضطهاد، تم تحديد وتوحيد العيدين بعيد الميلاد المجيد وتاريخ وفاة نيكولاس، وانه بيتم توزيع الهدايا على الأطفال في نفس الوقت من كل عام. أما عن الوجه الشرير لبابا نويل فهو شخصية تم استحداثها واسمها كرامبوس، وده تجميع لكل الشخصيات الشريرة اللي هتظهر صورها حوالينا هنا ولا هنا. الشخصيات دي موجودة في الكرتون الأمريكي، وده بينتشر مش علشان البهجة والهدايا والكلام الحلو ده، لأ، ده زي ما انتوا شايفين في الصور شكله القبيح عشان يخوف ويعاقب الأطفال المشاكسين بضربهم ووضعهم في سلة من القش أو سحبهم من غرف نومهم للعالم السفلي عقوبة ليهم زي ما بيتقال في الأساطير، واللي وصفت كرامبوس بأنه قوي وعنيف وقبيح الشكل. ودي قصة منتشرة في أوروبا زي ألمانيا والنمسا، حتى إن كل عام بيضع الأطفال في ألمانيا أحذيتهم خارج المنزل في 6 ديسمبر لمعرفة مين هيزورهم في الكريسماس، إما بابا نويل اللي هيسيب لهم الهدايا والحاجات الحلوة، أو كرامبوس اللي هيترك ليهم عصا خشبية أو معدنية تمهيدا للعقاب. عايزين نوضح حاجة مهمة جدا، وهو إحنا بنحكي القصة بتاعت القديس نيكولاس وبابا نويل وسانتا كلوز وكرامبوس، وإحنا بنتكلم عنها من الملمح
التاريخي، مش بنتكلم من ملمح عقائدي أو ديني، وده بس حبينا نوضحه في النهاية لكل مشاهدينا الأعزاء. عايز اقول لك بقى، سواء زارك بابا نويل او كرامبوس، ما تنساش تقول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وتدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك حياة زمان، واللي وصلت بفضل دعمكم ل1,600,000 متابع. ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.